هل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن في يوم يقعدني من الشغل ويكمل بدالي؟ علشان نعرف جواب السؤال ده محتاجين نعرف حاجتين الأول. أول حاجة، هو إيه أصلا الذكاء الاصطناعي؟ تاني حاجة، إزاي أعرف إن البيزنس بتاعي ينفع يدخل فيه ذكاء اصطناعي من الأساس؟ السلام عليكم، أنا سيف محمد، ودي أول حلقة من حلقات سيف لتبسيط الذكاء الاصطناعي. سنة 1956 قعد 4 علماء مع بعض في كلية دارتموث في أمريكا، وقال لك إحنا لازم نبدأ نعمل أبحاث. كان تصورهم قايم على إنهم يحاولوا يحاكوا كل واحدة من قدرات الذكاء باستخدام الآلات، سواء بقى كان ذكاء بشري أو ذكاء حيواني أو حتى ذكاء نباتي. لا وكمان ممكن نبرمج كمبيوتر لاستنساخه. الناس دي مجنونة ولا إيه؟ طبعا مفيش إثبات قاطع للكلام ده، ولكن زي ما هنشوف كمان شوية إن التطورات والمحاولات مستمرة لإثباته. وفعلا ما سكتوش. وفي 10 فبراير 1996 شركة اي بي ام اخترعت نظام آلي اسمه ديب بلو، قدر يغلب بطل العالم في الشطرنج، ومن هنا بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي. من ضمن بقى فروع الذكاء الاصطناعي هو الماشين ليرنينج، وده اللي هنكمل عليه باقي مواضيعنا الفترة اللي جاية لأهميته واستخداماته الكتيرة في حياتنا. ايه يا عم سيف الماشين ليرنينج ده هو كمان؟ احنا قلنا في اول الحلقة انهم كانوا عاوزين يحاكوا قدرة الانسان حتى في التعلم، صح. اهو الماشين ليرنينج جت عشان تتعلم وتحاكي قدرة الانسان، زي التوقع وادراك الاشياء المحيطة حوالينا وفهم لغتنا والتجاوب معاها زي شات جي بي تي، واللي هنبني حاجات زيه الفترة اللي جاية. طب حكايتها ايه الماشين ليرنينج دي بقى؟ خلينا نفترض ان معانا طفل وعاوزين نعلمه يتعرف على الموز. اول حاجة هنبدأ نجيب له الموز بصور واحجام واشكال مختلفة ونخليه يتعرف عليها. بعد كده هنجيب الموز ده ضمن فاكهة تانية ونبدأ نسأله، لو قدر يطلع الموز منهم يبقى هو كده اتعلم، لو لا هنبدأ نجيب له موز بأشكال وأحجام مختلفة ونعلمه من أول وجديد. أهو ده بقى الماشين ليرنينج، وهو إن إحنا نبني نظام آلي نقدر نعلمه حاجات معينة. خلينا ناخد مثال، ولنفترض إنك دكتور ومطلوب منك تصنف عدد من الأشعة يوميا، وليكن 1000 أشعة. ده طبعا عدد كبير جدا ما تقدرش تخلصه في يوم، حتى لو خلصته فياخد منك اليوم كله، ده لو ما خدش أيام كتير. فانت بعد ما دورت واكتشفت قدرت تفهم ان الذكاء الاصطناعي ممكن يخلص لك الحاجات دي في ثواني او حتى بالكتير دقايق. فهتبدا تعمل ايه عشان تدرب الموديل بتاعك، او هتبدا تعمل ايه عشان تبني النظام بتاعك؟ اول حاجه هتبدا تجمع الداتا، ولنفترض انك هتجيب 5000 صوره لاشعه لشخص سليم و5000 صوره لاشعه شخص مريض فرضا يعني. بعد كده هتبدا تجهز الصور ديت للموديل بتاعك بما يتوافق معاه، وتبدأ تبني الموديل بتاعك على الصور دي. خلال تدريب الموديل بنبدأ نقيس مدى قدرته على التعلم، وهل فعلا بيستفيد من البيانات دي وبيحسن من دقته ولا لا، ونظبطه لحد ما نوصل لأعلى دقة ممكنة. طب عاوزين نتأكد هل فعلا النظام ده كويس ولا لا، فهنبدأ نجيب له صور هو ما اتدربش عليها من الأساس ونختبره. لو جاب دقة كويسة احنا راضيين بيها يبقى كده النظام ده كويس، لو لا هنبدأ نزود في عدد الداتا او في المرحلة بتاعة التريننج نظبط فيها بعض الحاجات عشان يقدر يتعلم ويحسن أداءه. وده كان مثال سريع، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنتكلم بشكل مفصل جدا على النقاط دي. بعد ما فهمنا كل ده، وزي ما هنعرف بعدين قوة الذكاء الاصطناعي، وانه حاليا بقى زي اكتشاف النار. في اللي بيقول انها ملهاش لازمه وخلينا نعيش زي ما احنا، في اللي بيقول دي هتحرقنا، وفي اللي بيقول ما تيجي نستفيد منها، والاستفاده منها بقت امر ضروري. وده اللي هنتكلم عنه في الذكاء الاصطناعي، ازاي ان احنا نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في البيزنس بتاعنا عشان يوفر لنا الوقت، وازاي ان احنا نقدر نستغله لصالحنا اصلا عشان نطور من الشغل بتاعنا ومن الانتاجيه بتاعتنا وسرعه الاداء بتاعتنا. وده اللي هساعدكم تعرفوه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وكده جه وقت الجواب على السؤال الثاني، وهو ازاي اعرف ان الذكاء الاصطناعي ممكن يدخل في البيزنس بتاعي، ولكن هنخليها الحلقة الجاية. السلام عليكم.